قعد بالظبط على النار ساعة. تعالوا هنجرب واحدة نفتحها وبناء عليها هنحكم على الباقي. بسم الله. بصوا معانا بقى. بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام. بصوا ادي حلاوة السلوفان. السمانة لا انفجرت ولا طلع منها رز، ورسمتها شكلها حلو وشكلها جميل واستوى 100%. دليل السوا اهو. كده بقى انا هطلع الحمام كله، قصدي السمان كله من الشوربه. انا قررت بقى افتح ال5 سمانات معاكم عشان نشوفهم لو كان فيهم حاجه انفجرت، لو كان فيهم حاجه رسمتها مش حلوه. قلت بقى ايه، لازم تشاركوني اللحظه. في ناس بيحطوا السمان في اكياس حراريه، لا انا ما بحبش كده. انا عن نفسي السلوفانه بتاخد شكل السمانايه وما بتديهاش مساحه تفرقع. انا هنزود الشوربه دي، هنزود الشوربه ونغطي عليها ونفتح مع بعض السمانات. ولو اني مش قادره اقف بس هوريكم بقى. يا ولا يا ولا استنوا بقى عشان خاطر الدنيا تبقى رايقه. بصوا يا جماله يا جماله. بصوا الرزايه زي ما لفتها. استنى بصوا يا جماله يا جماله يا جماله. السمان ده بقى ماله، ده جماله يا جماله يا جماله يا جماله. تعالوا بقى ندوق الرز اللي طالع منه. بسم الله. واو روعة. تعالوا بقى نسخن الزيت. بصوا بصوا بصوا، ايه رأيكم؟ انا عن نفسي بقى هندهنهم سمنة وزيت وعسل ابيض ونخلطهم على بعض وندهن بهم السمان وندخلهم الميكرويف، وبعد ما يطلعوا هوريهولكم. بصوا بقى هدخلهم الميكرويف عشان خاطر الطشطشه. وغير كده وكده الرز اللي طالع من السمان لو اتحط في زيت غزير هيعمل كده شبه الفشار. فانا عشان اتغلب على الحركه دي وعشان خاطر ما اخدش زيت كتير والاكل يبقى صحي هدخله الفرن على درجه حراره متوسطه ودهنته زيت بعسل ابيض مع معلقه سمنه. فاكرين الحمام اللي كانت بتاكله فطوم في مسلسل كفر عسكر؟ انا هخليه لكم احلى منه. بصوا بقى يا شباب السمان وحلاوته. هو المفروض هو سخن مش عارفه اتحكم فيه. بصوا بصوا السمان وحلاوته يا ولاد. بصوا التحمير ولا انفجر ولا حصل له اي حاجه، قمر. بصوا الرز مفرول ازاي ومحمر ازاي ومقرمش ازاي. بصوا اتفضلوا معانا.